تحذير عاجل من الأرصاد الجوية في السعودية بشأن حالة الطقس القاسية التي تضرب مدنا عديدة ومحافظات في البلاد. فقد حذرت الأرصاد الجوية في السعودية بتقرير هام لها، حذرت المواطنين من أن الفرص تتهيأ الآن لهطول أمطار رعدية غزيرة جدا مصحوبة بزخات من البرد وهبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء واسعة من تبوك والجوف وأيضا مناطق تقع في الجنوب. سيل باقي سيل طلب ما شاء الله. هذه كلها سيول من الشرق، لو جاي من الشرق كلها تصب في الوادي هذا وعلى البحر إن شاء الله. وأوضحت أن الضباب أيضا سوف يتشكل على أجزاء واسعة من تلك المناطق وأيضا على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية. وذكرت الأرصاد الجوية في السعودية إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة تتجاوز 40 كيلومتر في الساعة، وربما تصل أيضا إلى 60 كيلومتر باتجاه مضيق باب المندب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله، هطول غزير طريق المية. وأضافت الأرصاد السعودية أن تكون السحب الرعدية ممطرة على الجزء الشمالي، وأيضا ذكرت أنه سيكون ارتفاع في الموج من متر إلى متر ونصف، يصل أيضا إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب أيضا. وأوضحت أنه ستكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي من البلاد، وستكون حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب أيضا. السيول تتجه للبحر، ما شاء الله تبارك الله. أحبتي، إلى هنا نصل معكم إلى نهاية هذا الفيديو. في الختام نسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه، وأن يبعد عنا وعنكم كل مكروه، وأن لا يتوفانا إلا وهو راض عنا. كان معكم أخوكم محمود، تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.